فنانة امتلكت موهبة فنية مختلفة وخفة دم عالية، اتألقت في تقديم أدوار الشر ولقبوها بملكة الشر. مشوارها الفني اتنوع ما بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، وهي نجمة مسرح من الدرجة الأولى، وتعاونت مع كبار النجوم زي سعاد حسني وفريد شوقي. الفنانة ملك الجمل اتولدت في بورسعيد يوم 29 يناير سنة 1929. التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبعد تخرجها قررت إنها تلتحق بالمعهد العالي للتمثيل. بدأت حياتها العملية كممثلة بالإذاعة المصرية في أواخر الأربعينات، وده ساعدها إنها تنضم لخشبة المسرح، وانضمت لعدة فرق مسرحية أبرزها فرقة الفنان يوسف وهبي، وقدمت معاه عدد من العروض المسرحية الناجحة. وسافرت مع الفنان يوسف وهبي لباريس وقدموا هناك عدد من العروض الناجحة، وانضمت للفرقة المصرية الحديثة سنة 1954. من أبرز أعمالها على المسرح مسرحية سكة السلامة مع سميحة أيوب وتوفيق الدقن وملك الشحاتين والسلطان الحائر وبير السلم ويانا يا هو. وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام، منها الأقوياء والمغنواتي وانتبهوا أيها السادة ورحلة داخل امرأة وشفيقة متولي ومسافر بلا طريق وحكاية بنت اسمها مرمر، ورد وشوك، حواء على الطريق، تفاحة آدم، المستحيل، إسماعيل ياسين في الأسطول، وليلة رهيبة وغيرها من الأفلام. وشاركت في عدد من المسلسلات أهمها القضية 80، القناع الزائف، عيلة الدوري، مبروك جالك ولد، غريب في المدينة، الليلة الموعودة، متى تبتسم الدموع، أوراق الورد، وعودة الروح، وأم العروسة. أما في الإذاعة فقدمت عائلة مرزوق أفندي، آباء وتلامذة، أيامنا الحلوة، حكيم الزمان، خالتي بامبا، زهرة الياسمين، وغيرها من الأعمال. واتجوزت من خارج الوسط الفني، ورحلت سنة 1982 وكان عمرها وقتها 53 سنة. واتقال إن سبب وفاتها كان نتيجة الاكتئاب الشديد اللي أصابها بعد رحيل حفيدها وابنها في يوم واحد.